اليوم رح نحضر مع بعض حالة طفولة بسكويت أو شوكولا. كانت أمي على طول تعملنا إياه، كتير كنا نحبه وبعدنا بنحبه لهلا يعني. فأنا عندي هون حليب مكثف محلى، كان مفضل بعد من العلبة، عشان هيك أنا رح أحضره. فيكم تستعملوا علبة كاملة أو تحضروه بالبيت للحليب المكثف المحلى، شي بيرجع لكم. رح أحطه بأي وعاء، رح أحط كل الكمية وأرجع لكم. أوكي، بعد ما حطيته رح أضيف عليه كاكاو. فيكم تستعملوا كاكاو خام، يفضل تستعملوا كاكاو خام عشان هيك الحليب المكثف المحلى يعني إنه محلى فيه سكر كتير، فأنا أفضل يكون خام الكاكاو اللي عم تستعمله كمان الحلو يعني ما يطلع كتير. رح اقلبهم هيك من بعض. فيكم تنخلوا الكاكاو تفاديا لاي تكتلات يعني، وفيكم تضيفوه دغري اذا حسيتوا انه مش رح يكتل. رح اقلبهم من بعض منيح. اوكي، وهيك بعد ما قلبتهم هلا بدي اضيف البسكوت. حيلا نوع بسكوت شاي متوفر عندكم، ورح اضيفه بشكل تدريجي لحتى ما كثير زود البسكوت. كسروا هيك بايدي، ما بدي لانه فرافيت صغيره، في عادي يكون فيه كذا انه كبار يعني، قطع كبار مش مشكله. ضفت اول كيس، رح اقلبهم هيك. بعد رح يحتاج شوي فرح اضيف كمان. ضل نضيف لحتى ليه انه القوام صار ماسك على بعضه. برجع لكم. وهيك بعد ما مسكوا على بعض ضفت انا شويه بسكوت كمان زياده. لقيتوا كيف القوام يعني بكل سهوله. فيكم تشكلوه كرات كمان. اوكي، ماسك على بعضه. بس اللي رح اعمله اني رح اشيل سلطه، وضعت سنيدة ورح احطه، رح صبه هيك بقلبه. طبعا انتم بتحددوا طولها وحجم الدوائر تبعها. يعني انا في كل ما طولتها اكتر كل ما بيكونوا حجم الدوائر اصغر. مش راضي تنزل، مش مشكلة. انت رح اضربها هيك واضغطها. اوكي، لانه مش رح اقدر اضغطها هي هي مكشوفة يعني، رح اضغطها بالورق السمكة يلفها. اوكي، فهيك انا حددت حجمها دائرة مثل الكاندي يعني هيك. رح اضغطها من هالميل ومن هالميل هيك، سكرها منيح قد ما فيكم هيك تضبطوا الحجم الشكل يعني. وراح احطها هيك مثل ما هي بالفريزر. قديش تاخد وقت؟ كم ساعة. فيكم تحطوها ليلة كاملة وارجع لكم. وهلا رح طلعها من الفريزر ودغري بتقطعوها. ليكوا كيف شكلها من جوا، بسم الله. بنقطع الحجم اللي بدنا اياه، السمك اللي بدنا اياه بالاحرى. بكل بساطة بنفك عنا السنيتا. هلا اوقات السنيتا بتكون غيرزة شوي بس ما مشكلة يعني، دغري بتطلع مثل هون. بس شفتوا كيف؟ بس تأكدوا انه ما تتركوا اي بقايا سنيتا طبعا، وبتقدموها. رح احضر كم وحدة وارجع لكم. وهيك بكل بساطة جهز الحلا بسكويت أو شوكولا أو الليزي كيك بكل سهولة، وطعمي ولا أطيب. هلا بحال انتم ما بتحبوا الشغلة كتير حلوة، فيكم تخففوا الحليب المكثف المحلى بشوية حليب، وفيكم إذا بتحبوا كمان تزودوا الكاكاو المر، كمان بيعدل من السكر، بس نحنا بالنسبة لنا يعني معودين عليه هيك. طبعا ما في سكر مضاف يعني، هو بالسكر كله بالبسكوت والحليب المكثف المحلى. طبعا بتحفظوها بالفريزر لحين التقديم، بس تقدموها بتطلعوها وبتقصوها وبتقدموها. ولكن كيف هي وكيف قوامها. طبعا دغري بتفك بس انه ماسكة على بعضها، كتير طيبة، لازم تجربوها. طبعا انتو كمان فيكم تتفننوا بالتزيين، يعني فيكم تاخدوا القطعة مثل ما هي تسقطوها بشوكولاتة دايبة
تغطوها بالشوكولا وترشوا شوية مكسرات عليها. فيكم وقت التقديم تقدموه مع شوكة، تحطوا عليها صوصات على الوجه، مكسرات مطحونة، هالشي بيرجع لكم. بس الشغلة اوقات ببساطتها كتير حلوة. وهيك بيكون خلص الفيديو تبعنا لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس تصلكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل على قناتي. اذا حابين اعمل لكم اي وصفة اكتبوا لي بالتعليقات. بشوفكم فيديو تاني باذن الله قريبا. صحتين على قلبكم. سلام.